اهلا بكم مشاهدينا، رجعنا لكم ولسه بنستكمل معاكم فقرات بيت العيله، وفقرتنا دلوقتي عن تمكين المراه بين الواقع والمأمول. في الحقيقه احنا سنوات طويله جدا بنتكلم عن نفس الموضوع، تمكين المراه، التمييز ضد المراه. يمكن في الدستور الاخير تم مراعاة التمييز ضد الأطفال وضد المرأة وضد المسيحيين وضد المعاقين، مجموعة كبيرة من الفئات اللي يمكن بتشعر بشكل من أشكال التفرقة. تمكين المرأة بالتحديد ليه صولات وجولات منذ سنوات طويلة. ناس بتقول إن أزهى عصور المرأة كانت منذ بداية المجلس القومي للمرأة، وناس تانية بتقول ان المجلس القومي للمرأة جه وبال على المرأة لانه عمل شكل من اشكال البروباجندا اللي ما اداش بالفعل للمرأة حقوقها. في الوقت الحالي هل من السهل ومن الممكن تمكين المرأة؟ احنا مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟ هل الكوتا هو تمييز ضد المرأة ولا حفظ لحق المرأة؟ الانتخابات البرلمانية اللي جاية المرأة هتنزل على القوائم او حتى في الانتخابات الفردية بشكل مجابه وموازي للرجال ولا لا؟ اسئلة كتير جدا بنسألها لنفسنا وبنسألها لمجتمعنا وبنسألها للمسؤولين. حال المرأة خاصة بعد ثورتين كان للمرأة فيهم دور كبير وفعال. خير من تحدثنا في هذا المجال ضيفتنا اللي مشرفانا داخل الاستوديو الكاتبه والباحثه الاستاذه نشوى ناجي. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك. استاذه نشوى، في البدايه كلمه تمكين في حد ذاتها كلمه لصالح المراه ولا لضدها؟ هي تمكين كانت مترجمه من كلمه empowerment. حتى هم ايام ما عملوا المصطلح باللغه الانجليزيه كانوا بيدوروا على على ترجمه مناسبه باللغه العربيه، وعملوا سيرفيهات وحاجات كده وسالوا الناس في الشرق الاوسط تحبوا نخلي كلمه empowerment دي ايه. ممكن لو بصينا لها كده لغويا هنقول ان هي تقويه، انك تسند، انك تمكن، تساعد، فرسيوا على تمكين. بس انا بقراها لما بنقراها بالانجليزي بنفهم اكتر المعنى. الشرق الاوسط تحديدا محتاج ده. ليه؟ علشان انت عندك موروثات ثقافيه واجتماعيه وتعليميه ودينيه بتخلي في حاجز بين المراه وبين ان هي توصل للتمكين ده. حاجز ولا تراجع لدور المراه؟ هو اكيد تراجع طبعا، بس تراجع من امتى دي انا ممكن ارجع من اول قاسم امين. انا مش شايفه غير ايام قاسم امين، ايام حصلت النهضه وهدى شعراوي. النهضه دي هي دي وثوره 19 هي دي النهضه اللي نقلت المراه من حته لحته. بعد كده حصل الديكلاين دي اللي هي الكيرف بينزل يعني احنا بننحدر. يعني اللي حققناه في ثوره 19 واللي حققه قاسم امين واللي حققته هدى شعراوي واللي حققه الناس دي كلها احنا دلوقتي في اخر المنحدر. ايه الاسباب؟ هو المفروض ان الناس بتطلع لقدام ولا بترجع لورا؟ يمكن مشاركه المراه في الوقت ده بالتحديد كان سباق ما كانش موجود قبل كده. يمكن المراه متواجده من ايام عصر يعني بدايات الاسلام مع الرسول عليه الصلاه والسلام. رفيده الاسلاميه كانت المراه الوحيده، الطبيبه الوحيده اللي كانت موجوده في الحروب، ففي تواجد للمراه من زمان. ولكن مع بدايه ثوره 19 ومنادات قاسم امين بان المراه لازم تكون لها دور على الساحه، كان ده حجر الاساس. مع وجود حجر الاساس بقى في مشاركات للمراه في مجالات مختلفه عبر نقدر نقول 100 سنه فاتت. يعني هم حوالي 98 96 هنقول مجازا 100 سنه فاتت المراه ليها دور، ولكن الدور ده ما بيتحفرش او ما بيبناش عليه. الازمه في ايه؟ في ان احنا فكرنا كمجتمع ذكوري لا يتغير، ولا بصمه المراه غير فعاله؟ بصي، انا نفسي اجاوب اجابه او اختار اجابه من اللي حضرتك قلتي عليهم. بس الاسباب لو اتكلمنا عن الاسباب وليه احنا كده وصلنا لده دلوقتي، هنلاقي الاسباب يعني تكامليه بين كذا حته. عارفه تفرقت تفرقت بين القبائل، يعني بين الكالتشر والمجتمع، بين التعليم، بين ازاي التعليم بيوصل شكل المراه للمتلقي من اول ابتدائي واعدادي وثانوي. انت بتوصل شكل المراه ازاي؟ انت يعني قاسم امين وهدى شعراوي الناس دي هم ما صحيوش الصبح قالوا يلا نتحرر. كان في سابقه ثقافيه، سابقه تعليميه. يعني هم عملوا النهضه، كانت نهضه محمد علي ما قبل بقى. لو رجع سوري ان انا برجع قوي كده، بس انا بحب اقارن
لو عوزت اعرف ايه سبب المشكله، ان انا اقارن مصر بمين مثلا، ما ينفعش اقارنها بالمانيا او سويسرا، فبقارن مصر بمصر بس في حقبه زمنيه تانية. انا بفكر كده نعرف، لان هيبقى في يعني وانت بتفكري في مصر في الحقبه الزمنيه اللي نجحت فيها وحصل فيها نهضه، هيبقى الظروف مختلفه، انت معاكي نفس الناس، المفروض ان نفس المجتمع نفس الشكل الجغرافي، صح. فهتعرفي تعملي مقارنات. ده مستغرب بقى جدا، لانك حتى مش عارفه تعملي المقارنات دي، لان انت بتتفاجئي بان الوضع مغاير جدا برضه. المفروض ان انت بتبني وبتطلعي لقدام، لا انت بتلاقي ان زمان كان الوضع اشد قوه من دلوقتي. في تواجد للمراه، لكن محدش ملتفت لده، او محدش اخد ده مأخذ الجد زي ما احنا بنقول. الكوتا اللي تم فرضها منذ سنوات لمجلس الشعب كان بيقال انها بداية او زرع لبذرة تواجد المرأة في الحياة السياسية. هل حضرتك شايفة مع وجود الكوتا من 2005 حتى هذه اللحظة اختلف دور المرأة في الحياة السياسية بسببها؟ وفي كوتا جديدة كمان في دستور 2014 25% المرأة في المحليات. دي حقيقة. فأنا ببص على التشريعات، الحقيقة التشريعات هايلة، في قوانين حلوة قوي بتحميكي وبتقف جنبك وبتاع. تفتكري ليه في فرق بين الدستور والتشريعات والقوانين وأرض الواقع مش واصل لها ده؟ ليه مش متطبق؟ علشان ثقافة المجتمع. يبقى أنت لازم تشتغلي على كذا محور. تبدأيها بإيه؟ تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة. طب اغير ثقافه المجتمع تجاه المراه ازاي؟ اولا التعليم، ثانيا الاعلام، الخطاب الديني. كل دي حاجات بتشكل وعي مجتمعك ناحيه المراه، بتخلي انا كمجتمع ببص للمراه ازاي. فاهماني؟ فالفكره دي هي انت مش بتوسعي المنظور قوي على قد ما عايزه تعرفي انت هتبداي منين، علشان ما نبداش من الاخر ان انا هحط قوانين كوتا للمحليات، هحط قوانين كوتا لمجلس الشعب، وبعدين المرشحه تنزل تلاقي ان هي مجتمعيا هي بتبص لها بصانيه مش مقبول، ملفوظه، او مش مقبول ان هي مفيش حد بيساعدها، او مش قادره تجابه وتواجه الريح العاتيه بتاعت المجتمع الانتخابي. فهي بتبقى مسنوده بتشريعات، مسنوده بدستور، مسنوده بقوانين، لكن المجتمع فيه مشكله في تقبلها هي كمشاركه. فبتيجي من هنا ازاي بقى ان انت تغيري اصلا فكر المجتمع وثقافه المجتمع ازاي؟ بالتنوير، بالثقافة، بالتعليم، تطوير الحاجات اللي هي هتخليني أنا كمجتمع لما أشوف واحدة نازلة في انتخابات أو محليات أو مجلس الشعب أقول دي كواليفيكيشن بتاعها، دي معاها كذا، دي معاها كذا. احنا عندنا كل ده، ومع ذلك في وقعة سحل البنت زمان لما أول رد اتقال دي ست إيه اللي منزلها، كأننا في العصر الحجري. عندنا تعليم بيقول ان البنت زي الولد والراجل زي الست، والمشاركة المجتمعية على حد سواء، وعندنا ندوات ودورات تدريبية، وعندنا سيدات موجودة في المجتمع وبتشارك، ومع ذلك وقت الجد تلاقي تراجع رهيب في التفكير. ده بنسميه الفرق بين النظرية والتطبيق. يعني الورق حلو قوي قوي قوي، تطبيقه صح، تطبيقه هو اللي مش صح، او تطبيقه هو اللي فيه مشكلة، او في انا بغفل نقطه ما. يعني زي ما قلت لحضرتك، مش هبدا من الاخر، انا لازم ابدا من الاول. يعني ابدا من التعليم، ابدا من الخطاب الديني، نظره. يعني وانا بتكلم عن المراه حتى في خطبه كل جمعه بتكلم عنها ازاي، حد يبص كده عن الموضوع ده ضروري. هتلاقي فيه مشكله، هتلاقي فيه مشكله في التعليم، في التعليم من هم صغيرين. لا، لازم تغير الثقافه، تغير ثقافه المجتمع ناحيه ده، بانك تبني من الاول. يعني ايام ما حصل التنوير محمد علي هو ما بدأش بالمرأة، هو بدأ بالبعثات التعليمية. اول حاجة عملها من البداية البعثات التعليمية. ليه؟ كان بيفكر في ايه تفتكري؟ هو انا هعمل تنوير ازاي؟ تغيير الشكل الفكري. هو بدأها كده من هنا، مش من الاخر. فبصي ده كلها يعني ما ابدأش بان انا اقول اعين سيدات وشغل سيدات والمجتمع مش قابلهم من الاصل. انا غير تفكير المجتمع من البدايه، غير نظره المجتمع للموضوع، وبعد كده ابتدي ان انا ااهل المجال او المجتمع لنزول المراه. خلينا نشوف اراء الجمهور. تمام، اتفضل. هنشوف معاكم دلوقتي تقرير عن اراء الجمهور عن تمكين المراه المصريه في الحياه السياسيه في الفتره القادمه، خاصه مع قدوم البرلمان المصري القادم ان شاء الله. وهنرجع تاني مع استاذه نشوى، خليكم معانا.
العشر سنين الاواخر المرأة انا اعتقد ان هي ما كانش لها دور سياسي بارز الا على يعني بعض الشخصيات او الرموز المتعارف عليها على الساحة السياسية. لكن نأمل ان كل فئات المجتمع تكون مشاركة في البرلمان اللي جاي ان شاء الله. زي ان هي يعني بالنسبة للست يعني مش واخدة حقوقها من جوزها خالص، يعني جوزها مهمل معاها خالص في حقوقها، كان هي مفيش احترام ليها، معاملته بردك مش كويسة معاها. وبالنسبة لبردك نزولها في الشارع، الواحد دلوقتي احنا بننزل في الشارع قلقانين وخايفين، مفيش امان زي الاول. المرأة يعني في كل مجال ليها وضعها واثبتت نجاحها في مجالات كتير، بس برضو ما زالت ملهاش دور. برضو لو رجعنا للاحزاب هنلاقي اللي برضو ملهاش وجود، يعني ممكن نلاقي حزب واحد اللي بترقصه امرأة. يعني لا، واضح ان المرأة حقوقها مستوى في الوقت اللي احنا فيه. اغلب الوظائف بقى الشباب مشاركين والمرأة مشاركة والبنات كمان مشاركة بنسبة كبيرة كمان. اخر 10 سنين المرأة خدت دور كويس، خصوصا كان في البرلمان، ولكن محتاجين دور اكتر. المرأة ممكن تكون ما تقلش خبرة، وممكن تكون اكفأ من الرجل في بعض المواقع. نستعين بالمرأة، ايه المشكلة؟ زي ما هنستعين بالشباب نستعين بالمرأة. اللي هيصلح ويثبت كفاءته يستمر، اللي مش هيصلح خلاص نشوف غيره. شفتوا معانا آراء المشاهدين والجمهور في الشارع عن دور المرأة. ايه رأيك في التقرير وآراء الناس؟ رأيي ان احنا حلو ان احنا نسمع. ما هو لو احنا ما سمعناش الناس بتقول ايه، ومش هنعرف المشكلة جاية منين، مش هنعرف نعمل ايه، نطورها ازاي او نحل ازاي او نعمل ايه. يعني فكرة حلوة هنا، اتقال حاجة حلوة قوي هنا، فكرة الشباب والمرأة، فكرة ان انت بتصنفي. فانا يعني انا عايزة التصنيف خصوصا في حكاية التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي يبقى based on كواليفيكيشن. يعني مش مهم انت مرأة ولا لا، انت يعني انت خبرتك ايه، كفاءتك ايه، معاكي شهادات ايه. انت شاب، مش مهم شاب يعني ولا لا. يعني ما القايمة دي محتاجة مرأة، حطوا فيها مرأة. محتاجة مثلا ما تبقاش على اساس الجنس او النوع. يا ريت، بس ده هنوصل له امتى؟ لحد ما نوصل له لازم يبقى فيه سبورتنج، لازم يبقى فيه مساندة سياسية واجتماعية. غير كده انت بتحسي ان لحد ما توصل لفكرة ان مفيش تمييز لازم يكون في مساندة سياسية واجتماعية، لازم في رغبة سياسية ورغبة اجتماعية تسند المرأة بالكوتا. انا قبل كده قلت وهقولها تاني، انا مش ضد الكوتا، انا ضد ان انت تعمل سبورتنج للمرأة علشان تقدر تعدي او تقدر تسندها لحد ما نوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. فهي الفكرة هنا. لكن ان انت برضو تشيل ايدك خالص دلوقتي وانت في ظل مجتمع، للاسف انا سمعت حد في التقرير بتقول الشارع، يعني برضو ما انت بتنزلي الشارع بيبقى فيه ده حتى وانت ماشيه على رجليكي. يعني الفكره هنا كمان. فشوفي قد ايه انت عندك يعني شغل. يمكن قولي ده بقى منتشر طبيعي نتيجة الحالة العشوائية اللي احنا عشناها ومع الانفلات الأمني، فطبيعي ان ده يحصل، بدليل ان التحرش زاد جدا مع الانفلات الأمني. ولكن هل بعد مضي ثورتين وبعد المشاركة والبصمة الكبيرة جدا اللي المرأة يعني العالم كله أشاد بيها، مش بس في الثورتين، كمان في الاستفتاءات وفي الانتخابات الرئاسية، وأعتقد في الانتخابات البرلمانية هيكون ليها دور برضه، الصورة ما اختلفتش، ما بقاش في شكل من أشكال الاعتراف بأن المرأة قادرة على تغيير مسار وشكل الحياة السياسية المصرية. هي الإحصاءات وحتى من غير إحصاءات كلنا شفنا نسبة يعني دور المرأة في الانتخابات والاستفتاءات في ال3 سنين اللي فاتوا. الإحصاءات بتقول أكتر من 55 أو 60% مشاركة مرأة، يعني كده احنا نص مجتمع رسمي. الأرقام مش بتكذب. فالسؤال بقى اللي بسأله نفسي، انت استغليت او انت كمجتمع او استغليت النسبة دي في ايه؟ استفدت منها في ايه؟ يعني هي نزلت وعملت اللي عليها في الثورات وفي الاستفتاءات وفي الانتخابات، وده كان واضح وضوح العيان، يعني ان المرأة هي اللي شبه قايمة بالموضوع بتاع بالليلة بتاعة الانتخابات دي. وبعدين انا مش شايفه، لا ما تمش الاستفاده، مش شايفه اي استخدام لهذه الطاقه او لهذه القوه. لا غير راضيه، يعني غير راضيه، والمفروض نعترف بده. انت عندك قوه لا يستهان بيها، او انت كمجتمع عندك قوه لا يستهان بيها،
يجب استغلالها، يجب توظيفها، بلاش استغلال، يجب توظيفها فين؟ توظيفها اجتماعيا، سواء كانت في اي اكتيفيتيز اجتماعيه، اقتصاديا، في حاجات. في تقارير كتير قوي عن المشاريع الصغيره والصندوق الاجتماعي وازاي بيسبورت المراه في المشاريع الصغيره. في موضوع ال10 سنين ده، ال10 سنين اللي فاتت دي حصلت فيها على فكره كميه تشريعات، حاجات حلوه قوي، بس ليه ما وصلتش للشارع؟ يعني حصل زي ما حضرتك قلتي في الاول المجلس القومي للمراه سنه 2003، حصل قوانين ليها علاقه بالقوانين، محكمه الاسره، حصل فيها قوانين كتير قوي سندت المراه وحكايه الجنسيه للام المصريه، كل ده في ال10 سنين اللي فاتوا. ومع ذلك برضو ارض الواقع لم يصلها بعد تلك التطوير، تلك الحاله من التطوير. يبقى في خلل. كان في النص كده نقطه تراجع في البرلمان الاخواني اللي كان موجود، اللي كان فيه 5 سيدات هم اللي ناجحين، وال5 كانوا منزويين زي ما احنا شايفين، وكانوا بيقعدوا على جنب وشايفين ان صوت المراه ما ينفعش ان هو يطلع ولا تناقشي قوانين، ولا انت بس قاعده ماليه كرسي انت عليه. لا كانوا بيناقشوا قوانين ولا بيعترضوا ولا بيوافقوا ولا بيعملوا اي حاجه غير انهم قاعدين جنب بعض. ما كانش في اي مشاركه سياسيه، مجرد ان هم كانوا مظهر من مظاهر وجود المراه بشكل كده يعني لا يليق بالمراه المصريه اللي في الحضاره الفرعونيه خلدت دور المراه المصريه وكانت بتقود حروب. وصلنا في الاخر لانها في الانتخابات بقت تحط بدل صورتها ورده او صوره جوزها وتقول زوجة المهندس فلان نازله في الانتخابات، فروحوا صوتوا لها. بصي، فدي كانت نقطه تراجع بالنسبه لنا، ده نقطه شديده الانحدار. هو خليني اخلي السنه دي والبرلمان ده ابص عليه كاحلله واعرفه، بس انا نفسي نسقطها من تاريخنا، لان دي مش مصر، دي ما كانتش مصر. فنفسي نسقطها من تاريخنا تماما. بس زي ما حضرتك قلتي نبص على التجربه. التجربه كانت انا اسفه ممكن اقول بشعه يعني لا يمكن تقبلها، وانا كل ما نفتكر شكل البرلمان ده نقول يا رب استر وكده. فلا دي مش مصر، واحنا ما كنا يعني احنا مش ممكن كنا هنبقى كده ولا هنستمر كده. هنبص على التجربه علشان نعرف ان في المجتمع هذه الافكار وهذه العقليات وهذه الثقافات، فيجب علينا محاربتها ثقافيا واجتماعيا وتعليميا، لان دي فعلا موجوده وشفناها كلنا، وكانت زي ما بيقولوا على عينك يعني يا تاجر. كان وضع مزري، وانا اتمنى ان احنا نسقط هذا العام من تاريخنا. وبرضه نعرف ان دول كانوا موجودين، دول عندك في المجتمع، موجودين عندك في المجتمع. هم بيعملوا ايه؟ هم ما جوش فجأة في الحقيقة، هم كانوا موجودين وثمار لثقافات كتيرة عدت علينا ومتأصلة في الحقيقة. صح. فاحنا هنبص عليهم بهدف ايه؟ بهدف ان احنا لا لازم نعرف ايه لو دي مشكلة انا اعالجها ازاي ده ما يتكررش تاني، ازاي البرلمان ده ما يتكررش تاني. احنا حتى هذه اللحظة عندنا في بعض القرى والكفور في الصعيد وفي الفلاحين بشكل عام التعليم للولد مش للبنت. الأولى إن الولد يتعلم والبنت لا. حتى هذه اللحظة ده موجود. عندنا أزمة التمييز دايما بين الذكر والأنثى، بين الولد والبنت. حتى هذه اللحظة لا في تعليم فرق معاهم ولا في توعية فرقت معاهم. ويقول لك ده موروثنا، دي عاداتنا، دي تقاليدنا، ان الولد يتعلم علشان هو هيشتغل ويجيب فلوس، والبنت تقعد في البيت علشان ملهاش اي دور تاني غير الخلفة. ده ممكن في يوم من الايام يختفي بخطط تطوير وتنمية. خطط تطوير وتنمية تخلي التعليم الالزامي باي بقى شكل. انت ممكن تفكري 500 فكرة، تقولي مثلا ان الاب اللي مش هيودي بنته المدرسة في تلك المناطق النائية ممكن يدفع غرامة. في افكار كتير قوي ان انت معلش تلعبي دور كمجتمع او كقوى سياسيه او كمجتمعيه، ان انت عارفه مصلحه الناس دي اكتر منهم، وده مش عيب. في حتت نائيه عملوا فيها مدرسه الفصل الواحد، اللي هو يعملوا فصل مثلا، مش ما فيش مدارس حتت نائيه. دي كانت خطه تبع وزاره التربيه والتعليم، عملوا فيها في سينا تقريبا وفي سيوه وفي الحتت النائيه قوي دي ما فيش مدارس، عملوا فصل واحد. ففكره ان انا اروح لهم لا يتم اهمالها. الاماكن النائيه لا يتم اهمالها، لان هي فكريا وثقافيا ممكن زي ما حضرتك قلتي هو شايف كده صح، فعايز اللي يوعيه. دي بقى وظيفه، يعني وظيفه الناس المستنيره في المجتمع، او وظيفه الحاجات الاجتماعيه اللي المفروض انها ليها دور في المجتمع، الجمعيات والحاجات الاهليه. هل الحاله الاقتصاديه بتؤثر
على شكل المرأة في المجتمع. يعني في ناس مثلا تقول لك الناس مش لاقيه تاكل، تبقى معذوره لما ما تعلمش بناتها وتعلم ولادها او صبيانها. واحد شايف ان البنات ينزلوا يبيعوا حاجات في السوق يساعدوه احسن ما يتعلموا، هيصرف عليهم منين؟ الحياه الاقتصاديه ضاغطه على الناس. هل لو الظروف الاقتصاديه احسن وجهه النظر هتختلف؟ اكيد. حتى كلمه التمكين اللي قلناها في الاول متقسمه، يقول لك تمكين اجتماعي، تمكين سياسي، تمكين اقتصادي. ما هي المراه هتقوى ازاي؟ هتقوى لما تبقى قويه اقتصاديا، هتقوى لما تبقى قويه اجتماعيا. فكل ده في الحسبان، كل ده في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. فالجانب الاقتصادي هام جدا، هام جدا. حتى في اللي هي الاسر المنتجه دي تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه. تمام. الصين عملوا ايه؟ عندهم قوه بشريه. الاسر المنتجه دي عندنا شبه اللي هم عملوه، بس احنا ما اعرفش فيه ايه. يعني انا ما اعرفش عندنا الحاجه ليها عنوان ومش مفعله، ملهاش تفاصيل بعد كده. لا ليه؟ طب فين؟ او بنسبه صغيره عناوين حلوه قوي. الاسر المنتجه دي يعني اشتغلي من البيت. ما الصين عملت كده، بس رتب بقى الموضوع. الصين عملت كده، الناس قدرت انها تجيب الادوات المبدئيه، او الحكومه هناك وفرت الادوات المبدئيه على اعتبار ان هي هتظل ملك للحكومه، والمنتج هيبقى بالنص يتم توزيعه بين الدوله وبين الصانع. يعني احنا عندنا دايما ازمه الدين، ان احنا ندي للناس قرض وهاخده بصوره فايده مضاعفه، ادينك والاقيك مش قادر تسوق، يعني كمان ما سوقلكش، مش قادر تسوق اللي عندك ولا قادر تدفع القرض، والفوائد عماله تتراكم عليك، وفي الاخر انا اسجنك. فبالتالي انا ما حلتلكش اي ازمه. حضرتك حكيتي الواقع بالظبط. وانس ان احنا عرفنا يبقى نشوف نعالجه ازاي. لان زي ما قلت لحضرتك دول كامله قايمه على فكره الاسر المنتجه دي، تلاقيها عندنا، تلاقينا احنا اللي اخترعناها اصلا. مش عارفه، ما عملتش بحث الحقيقه عرفت اصلها ايه، لكن هي كده. المشكله في الفايده اللي بتاخدها الاسره عشان تعمل، قلل الفايده. المشكله في التوزيع والتسويق، افتح اسواق، اعمل انت دراسات جدوى وشوف انت دماغك انت يعني انت كصندوق اجتماعي، انت كوزاره شؤون اجتماعيه، انت اللي الدماغ المدبره وواضعه الاستراتيجيه. احنا عندنا مشكله في مصر. انت لما تيجي تجيبي لي معاكي دراسه الجدوى، طب انا حد نفسي اعمل مشروع بس انا مش متخصصه، مش فاهمه اي حاجه، اروح اجيب دراسه جدوى منين؟ الناس بتروح تشتري دراسات جدوى جاهزه مطبوعه، بغض النظر بقى هو عايز يعمل ايه، والمأمول والمرجو من المشروع ايه، وهل المشروع ده هو فاهم فيه اصلا ولا لا، عشان كل الهدف انه ياخد القرض. بنبص نلاقي مفيش مشروع، ومشروع باظ، والدنيا كلها اتقفلت. نتيجه ايه؟ ان احنا اصلا مش عارفين بنشتغل لمين والايه، وهنودي اللي بنشتغله ده فين. انا عايز فلوس اشغلها وبس. الفكره الضيقه والزاويه الصغيره قوي اللي بنبص منها، اللي في الاخر بتخرب بيوتنا احنا. صح، اللي هو تستيف ورق. ايوه. انا اسفه اللي بقول كده، بس حاجه حلوه قوي ان احنا نعرف المشكله يا جماعه. يعني هي دي المشكله، حضرتك قلتي كل تفاصيلها. شفنا دول تانية بتعمل ايه، نعمل زيهم، نشوف خبرات اجنبيه، ان شاء الله نجيب حد خبير، مش ما دام احنا مش قادرين نجيب حد من بره يشوف ايه الموضوع. الجزء ده بتاع التمكين الاقتصادي خصوصا للاسر، يعني كمان الكاتيجورايزيشن، لان في بيقول لك مثلا قرض ما تحت، مثلا في ارقام صغيره خالص، ما تحت 10000 5000 2000 في كل ده. ففكره ان انت هنحط امبريلا واسعه للناس عايزه تبدا، عايزه تشتغل، فلازم يا ريت يبقى في رقابه. لا، وسيبنا الموضوع كمان لمؤسسات المجتمع المدني، اللي بقى الموضوع الى حد ما شكل من اشكال البيزنس، انهم بيدوا قروض. ال 3000 جنيه اللي انا بديهم للست اللي هتشتري بيهم خضار عشان تقعد بيهم على اول الشارع، انا عايزه اخدهم 5. طب انا كمؤسسه مجتمع مدني استفدت ايه او فدت المجتمع في ايه؟ انا بورط ناس بشغلهم لحسابي. فين رقابه الدوله برضو على ده؟ انا نفسي حضرتك، هي رقابه الدوله على الجمعيات الاهليه بتبقى من قبل وزاره التضامن الاجتماعي. ففكره انا ما عنديش، سوري، انا ما عنديش حاجه انزلت. لو في خلل في قوانين نعيد صياغه قوانين، لو في خلل في حاجه في رقابه اشوف جهات رقابيه وتراقب، لو في خلل في حاجه نشوف فيه ايه. نخلي الاستراتيجيات واسعه، يعني نفكر بشكل واسع شويه.
التسويق يتعمل له خطط. احنا هنعمل معارض في ارض المعارض بس وخلاص ويجوا يعرضوا فيه ويبقى لوكال، ولا اطلع اعرض بره، انافس بره، اشوف حاجات الهاند ميد دي اسعارها ايه بره، انت عارفه اكيد. لو خشي على النت شوفي الحاجات الهاند ميد بتتباع ازاي على الاونلاين. اطلع بره، طب اسوق اونلاين، طب اعمل مش عارف ايه، طب اقلل الفايده. تراثنا كل دي اللي حلول. بيندثر دلوقتي، اللي كان قائم على عمل المرأة زي الغزل والنسيج والعقادة والشغل اليدوي كله والكنفاه وشغل الخيامية والحاجات دي كلها حاجات بتنقرض، ومع ذلك ما احناش قادرين ان احنا ومطلوبة في اماكن، المرأة في مطلوبة في اماكن انت مش واصله لها، في اماكن في العالم انت مش واصله لها. دي حقيقة. فلا احنا محتاجين اعادة رؤية لكل، يعني احنا دلوقتي انا وحضرتك اتكلمنا بس في ناحية التمكين الاقتصادي للأسر، اللي هي التمكين الاقتصادي الصغير، اللي هي المشاريع الصغيرة. وقلنا وممكن نكون قلنا حلول، ممكن نكون قلنا محتاجين رقابة، قلنا محتاجين إعادة نظر في فايدة، في قوانين، في تسويق، في استراتيجية كاملة ازاي هلم الحاجات دي. ودي انت تشتغلي وانت في البيت، بس محتاجة المنتج اللي هيطلع يتسوق حلو. محتاجة ما يبقاش الفايدة تقسم وسط الناس وهي لسه بادئه، ما ممكن تديهم مثلا ما اعرفش بقى في 5 سنين ولا ايه زي الضرايب. فلا لازم نسند بكذا طريقه علشان او ان انا اقدر اعفي اللي مشروعه ناجح، او ان انا اقدر اجدول المتعثر اللي فعلا مش قادر، وانا كجهه مسؤوله اقدر اميز بين اللي جاي ينصب واللي متعثر فعلا. انفستيجيشن هم بيعملوا عنهم تحريات وحاجات وهي منظومه يجب التركيز عليها، لان تمكين المرأة اقتصاديا احنا بنتكلم حتى في شريحة المشاريع الصغيرة. في عندك طبقة متوسطة، في عندك طبقة فوق المتوسطة، في عندك يعني ما ينفعش حتى اركز على شريحة واحدة للمرأة. يعني فكرة المرأة المصرية هي اللي غلبانة، دي اللي عايزة تشتغل. معلش احنا عندنا شرائح شرائح بالظبط. ولا هي، معلش انا اسفة، ولا هي مثلا الفنانة الفلانية اللي لازم اجيبها عشان اقول انا عندي مرأة هي في المؤتمر الفلاني. احنا لا دي ولا دي. احنا عندنا شرائح متعددة، كل شريحة يجب التعامل معها على حدة. الطبقة المتوسطة عندنا في مصر هي اكبر الطبقات، والتي تعتبر غير ممثلة في اي حاجة. احنا عندنا يا كده يا كده. اللي في الوسط ده كله فين؟ وانتي بتارجتي حتى في الماركتنج، التارجتنج بتاع انا هوصل المنتج ده لمين، بتقسمي الناس لشرايح. انا مثلا هبيع ده للاطفال، هبيع ده للمرأة، هبيع ده للسن من كذا لكذا. طب هل يعني ما جالكيش اي بارقة امل مع معرفتنا كلنا بان نواب المحافظين في الحركة الجديدة سيدات؟ ده حاجة هايلة، حاجة هايلة. نفسي بقى، انا طماعة بقى، انا نفسي نبقى مش 1% ولا 2% في المراكز القيادية. نفسي نوصل 10% و20%. يعني برضو لو ونجرب المية تكدب الغطاس. يعني لو ما اثبتتش كفاءة، مش قصة انها مرأة ولازم تفضل موجودة، اللي ما اثبتش كفاءة خلاص يجي اللي بعديه. واعد يعني ايه اعد؟ يعني ادرب ناس على الحاجات القياديه. عندك مركز اعداد القاده، ادرب ناس، ادي منح تعليميه. تاهيل مهم جدا عشان وقت ما تحتاجي. النقاط اللي احنا غافلين عنها بشكل بشع، وبنعملها بس في حاله التثبيت الحكومي على الدرجات. يقول لك روح خد دوره تدريبيه عشان تتثبت على الدرجه. احنا المفروض طول الوقت نكون مؤهلين، طول الوقت نكون مدربين، نطلع على الجديد في كل المجالات. والازمه ان احنا ما بنعملش ده، وما نعملوش بشكل حبر على ورق. يعني ما احبش ان التطوير والتدريب يبقى حبر على ورق. في الاماكن الحكوميه وفي مراكز صنع القرار، في الوزارات والهيئات الكبرى والعليا، احضري دوره تدريبيه عشان تاخدي علاوه. انا مش عايزه كده. احنا عايزين الحاجه تتعمل بروح، بباشن، بحب. اعملها عشان استفيد، واعملها صح عشان ابقى حد تاني، مش ورق هو. فاهماني؟ وانس ان انت اشتغلتي كده اكيد هنوصل في مرحله قريبه لحاجه احسن. اتمنى. عايزه منك في جمله كلمه للمراه المصريه تقولي لها ايه؟ اقول لها عدي نفسك كويس، عدي نفسك كويس ثقافيا وتعليميا، علشان لما البلد تحتاجك تلاقيكي على قد المسؤوليه. تخلي عندها ادوات يعني. صح. تبقاش قاعده مستنيه كده الحظ يجيبها يمين او يجيبها شمال. وانس ان هي يتم وضعها في مكان، او يتم اختيارها في مكان، او حتى تعمل هي مشروعها الصغير خالص اللي قلنا شريحه دي، تبقى انت قدها ومحدش يقول اصلها ست.
لا ابقى انا معده نفسي كويس. تمام، بشكرك طبعا على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. شكرا. كان معانا الكاتبه والباحثه الاستاذه نشوى ناجي، شكرا لك على وجودك معانا. وكلمتنا الاخيره للمراه المصريه اللي هو يعني لينا كلنا، احنا تاريخ طويل قوي، احنا مش مجرد شويه ستات بنبقى موجودين كده عبر العصور وبنخلف وبنتجوز وبنموت وخلاص. المراه المصريه هي عماد المجتمع المصري، وكلنا شفنا ده بالتجربه، مش بس في الانتخابات او في الاستفتاءات، ولكن المرأة المصرية تاريخ طويل قوي بدءا من نفرتيتي حتى هذه اللحظة. المرأة المصرية قاضية، المرأة المصرية نقدر نقول انها في الفترة الاخيرة اثبتت انها بالفعل مدربة كويس، فاهمة كويس، قادرة على اثبات وجودها. خلونا دايما واثقين من نفسنا، دايما عايزين نوصل للاحسن، دايما شايفين ان احنا نستحق الافضل. بعد الفاصل مع عبد الغني، خليكم معانا.